سلام سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي من مطبخي. اليوم جيت وجبت لكم وصفة طاجين القرنون بالجلبانة كما راكم تشوفوا في الصورة. نبداو. هنا عندي 4 حبات من القرنون. عندي هنا الدجاج تاعي صدر دجاج رحيته ماشي كامل، خذيت شويه برك ورحيته. هنا حبيبات تاع القرنون تاعي ما نقيتهمش كامل، علاه باش ما يكحليش. هنا عندي شويه ماشي كميه كبيره، نتوما كي يكون عندكم كميه كبيره نقيوه على ضربه. هنا عندي حبه بصله مقطعه، طوماطي شرابيتو والثوم ثاني كما رابي. عندي حبات تاع الجلبانه نقيتهم وغسلتهم. وانا عندي من 2 إلى 3 حبات جزر قطعتهم هكذا دوائر. والبطاطا حبه بطاطا تكون متوسطه الحجم قطعتها هكذا ثانيك صغيره. نجيو للدجاج تاعنا. هنا بعد ما قلت لكم رحيتو، نتوما تقدروا ديروا الدجاج هكذاك صدر، تقدروا ديروا لي كويس كيما تحبوا. هنا جيت باش نتبلو، درت له شويه كمون شويه زنجبيل ما كثرتش، غير على راس المغرف، شويه ثوم، وزدت له شويه من توابل الدجاج هكذا. ونديرو ثانيك شويه ملح ما ننساوهش. هذا ما كان. ندير شويه زيت ما نكثروش، وندخل التوابل تاعي كامل هكذا في الدجاج تاعي. هنا ما كثرتش علاه لانه عندي درت يعني شويه، شتو عندي غير 4 حبيبات قرنون. نتوما كل ما تكثروا من القرنون بيان سور ديروا كميه كبيره، خاصه العائله اللي تكون كبيره. تقدروا تزيدوا ثانيك في كميه الدجاج ولا اللحم كيما تحبوا. هنا بعد ما دخلت كامل التوابل كورتهم هكذا، درتهم على شكل كرات صغار. ندير الزيت تاعي يسخن شويه برك، ونحط الدجاج تاعي نقليه على الجهتين، نحمرو على الجهتين برك هكذا، ياخذ لي تحميره خفيفه الدجاج تاعي، ويطلق البنه تاعو في الزيت ونحيهم. يعني تقدروا تقولوا نطيبوه نص طياب هكذا، نحمرو على الجهتين ونحيه. بنات القرنون كي يكون عندكم كميه كبيره تنقيوه على ضربه، تنحيولو كامل يعني الحشيشه هذيك ولا كيفاش نسميوه، تنحيوه وديروا له الخل والملح في الماء اللي تحطوه، وثانيك تعصروا القرص ولا تحكوه هكذا بالقرص باش يقعد لكم هكذاك بيض ما يكحلش. كيما على بالنا يعني القرنون ثمثم يكحل. انا كي ما كانش عندي كميه كبيره، كي نجي نرميه في المرقه تاعي راح نحيلو، نعاود نكمل نقيه. هنا نحيت الدجاج تاعي، وفي الزيت هذاك رميت البصل تاعي خليته يتقلى هكذا، درته في الطرف، وحطيت الطوماطيش والثوم نقليهم هكذا شويه ثانيك هكذا. يعني وصفه اقتصاديه وتجي بزاف بنينه. وسر البنه البنات نقولها ونعاودها هي انه يعني الطاجين الوصفه تاعكم اي حاجه ديروها تعطيو لها وقتها في الطياب في التقليه. كل ما تقليوها مده طويله كل ما تجي بنينه. علاش ما تكثروش الدجاج واللحم وما تكثروش توابل، كي تقليوها تجيكم بنينه. هنا التوابل درت نفس التوابل اللي درتهم في الدجاج، راني حطيتهم هنا مع البصل، وزدت في الاخير شويه ملح. بعد ما يتقلاو نمرق هنا بالماء هكذا. وهنا نرمي الجلبانه، نزيد زروديه والبطاطا نخليها هي الاخرى باسكو سهله للطياب. وهنا نعاود نرمي الدجاج تاعي باش يكمل يطيب لي كيما راكم تشوفوا هنايا. كي جيت ونخلي القدره تاعي بيان سور تغلى على غرضها. هنا جيت نقي، يعني نحيت له كامل هذاك اللي يجي من الفوق، نحيتهم كامل من برا ثاني زدت نحيتهم، ونجي نحطوه في المرقه تاعي باش يطيب. هنا في الاخر كامل يا البنات نخليو نزيدو البطاطا ونزيدو القرنون تاعنا. كيما على بالكم يعني القرنون ما ياخذش بزاف وقت، غير
شويه برك وتشوفوه طيب، يعني ما ياخذش بزاف وقت هو والبطاطا. خليتهم حتى جمرت المرقه هذيك، عقادت شويه وطفيت عليه، رميت له شويه معدنوس من الفوق، ويكون طاجين معنا تاعنا واجد معنا كما راكم تشوفوه هنايا، يجي بنين وخفيف ما شاء الله واقتصادي، يعني تقدروا ديروه في رمضان كطبق ثاني. الى هنا البنات نكون وصلنا الى نهاية الوصفة، اتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل جديد، وخلوا لي تعليقاتكم في الكومنتات. وإلى وصفة قادمة إن شاء الله. سلام.